السيرة النبوية العطرة. مضت 3 أيام، وأخذ عبد الله عروسته آمنة بنت وهب، وارتحل بها إلى قومه. وبعد أيام تجهزت القافلة لرحلة الصيف التي كانت متجهة لبلاد الشام، فاختاروا فيها عبد الله العريس كي يكون في القافلة مع بعض إخوته. فودع عبد الله عروسته آمنة بنت وهب، ولم يكن عنده علم أنه لن يراها بعد اليوم أبدا، ولم يكن عنده علم أن آمنة قد حملت له بطفل. هو حبيب رب العالمين وخير خلق الله أجمعين. ودعها عبد الله ثم انطلق مع القافلة إلى بلاد الشام. بعد أشهر رجعت القافلة وليس فيها عبد الله، فسأل عبد المطلب: أين عبد الله؟ قالوا له: لا تقلق يا شيخ مكة، تركناه عند أخواله في بني النجار في يثرب، أي المدينة المنورة، فقد أصابه بعض المرض، وعندما يتعافى سيرجع. تركناه هناك، فلقد خفنا عليه من مشقة السفر. فنظر عبد المطلب إلى ابنه الكبير الحارث، قال: يا بني، انطلق على الفور إلى يثرب، وأحضر عبد الله ولو في هودج. والهودج هو مثل الخيمة التي تكون على ظهر الجمل، تحمل النساء في السفر. فلما ذهب الحارث ووصل يثرب، وجد القوم في عزاء، فسأل عن أخيه، فقالوا له: قد مات أخوك عبد الله، وذلك قبره. فوقف عند قبر أخيه وبكى حتى أفرغ حزنه بالبكاء عليه، ثم رجع إلى مكة وأخبر أبيه. فكانت الفاجعة، وضاجت مكة وقريش بهذا الخبر. سبحان الله، قبل أشهر يفدى ب100 من الإبل، وبعد شهرين يدركه الموت. فما السر في ذلك؟ السر هو أنه سيخرج من صلبه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيم الحزن على مكة كلها على وفاة عبد الله.